كتسمعوا معايا استفزاز ديال البراش، استفزاز ديال شي دري صغير قلعتي ليه شي سكاته بحال هكاك. سمعوا معايا مدرب المنتخب المصري كيفاش كيستفز المغاربه. اسمع. تاخد بطولة انتوا 50 سنة ما خدتوش بطولة، 50 سنة مش عارفين. لو توفرت عندكم كذلك اللباقة لك 50 عام والمنتخب المغربي كيقلب على كأس افريقيا. هذه صراحة، هذا صراحة قالها. يعني حنا كمنتخب مغربي فعلا ما ديناش كأس افريقيا مدة شحال هذه. وني اشنو كيعني زعما بهذا التصريح هذا؟ اشنو كيعني به؟ استفزاز للجمهور المغربي، استفزاز للشعب المغربي. زعما نتوما راه 50 عام ما ديتوش، ولكن نسيتي بان المنتخب المغربي الرابع العالم. ما عمرك حلمتي بها، ما عمرك فتي الدور 16 في كأس العالم عبر تاريخ الكرة المصرية. المنتخب المغربي ثالث اولمبي، برونزيات اولمبيات باريس اللي لحناكم منها، يعني خرجناكم من هذيك البطولة. نسيتي بان المنتخبات المغربية كتحقق ارقام ما عمر الكرة المصرية حققتها، وهو كأس العالم لأقل من 20 سنة، كأس إفريقيا المحليين، كأس العرب مؤخرا. يعني إنجازات لا تعد ولا تحصى. انت بقيتي لاصقين في كأس إفريقيا، 7 الكؤوس إفريقيا. 7 الكؤوس الإفريقيا راه عرفنا حنا 3 كيفاش جبتوهم. كانوا كيشاركوا 3 ديال الفرق في كأس إفريقيا في البداية ديالو، 3 ديال الفرق اللي هي مصر. إلا حيدنا مصر غيبقاو 2 اللي هو المنتخب السوداني والمنتخب الإثيوبي. يعني المرة الأولى المنتخب السوداني والمنتخب الإثيوبي، والمرة الثانية المنتخب السوداني والمنتخب الإثيوبي، والمرة الثالثة كيشاركوا 8 ديال الفرق. يعني حنا عارفين هذوك كؤوس إفريقيا كيفاش، ولكن العيب الإنسان هو يبقى لاصق في هذاك الشيء. أنت راه ولد اليوم، يعني كتلعب كرة اليوم طحتي. هضر على الفنيات، هضر على شنو هو السبب، ماشي تعلق الفشل ديالك لا حق الاوطيل لا حق الملاعب. ولا انت جالس في احسن اوطيل في العالم وكتلعب في احسن الملاعب في العالم، يعني ما عندكش شي مبرر. وداروا لك المغاربه احسن استقبال في العالم، اللي ما عمر داك الاستقبال عاشوه الدراري. وبشهاده محمد صلاح قال لك عشنا اجواء ما عمرهم عاشوهم في كاس افريقيا. في مصر اللي تابعه للكره المصريه خرجت بيان كتشكر فيه الجامعه المغربيه وكتشكر فيه فوزي القشا وكتشكر فيه الاستقبال باستثناء هذا الميكروب، باستثناء هذا الميكروب هذا. لا علاقه، كيهضر بشي تصريحات لا علاقه بالكره، كيبين على الشر ديالو للشعب المغربي. رغم ان شفنا واحد التشجيعات من الشعب المغربي في مدينه اكادير في ملعب ادرار اللي كانت واحد الرقم خيالي جا كيشجع المنتخب المصري، ولكن خوت والميكروبيت اللي في هذا المدرب خلات الشعب المغربي ينفر من المنتخب المصري بالتصريحات ديالو اللي لا علاقه. ما كيشكر الشعب، ما كيشكر وفي المقابله السنغال ومصر بغى الشعب المغربي يجي يشجع المنتخب المصري. ما عرفتوش صحه ولا بزاز ولا ما فهمتش.